الطفل أدهم. الطفل أدهم ضحية الغدر، غدر 3 من أصحابه. الطفل أدهم طفل كفر الشيخ، صحينا كلنا النهاردة على فاجعة قتله من 3 من زمايله. يدوب في تانية أو تالتة إعدادي، خدوه خطفوه دخلوا بيه بيت أهلهم، ضربوه على دماغه وعملوا له تهتك في الجمجمة وقطعوا له ودنه، وبعدين خدوا واحد من الأطفال دي، طفل خدوا ويجروا كده من ايده وسحلوا على الأرض عشان يرميه بعيد، عشان يبعدوا الجريمة عنهم. نقوم نلاقي في الفيديو حد من أهله طالعين يمسحوا الدم بتاع الطفل اللي مات من على السلم. قال يعني هما كده مش هيجابوا، مش هيتعرفوا، مش هيتشافوا. بأي ذنب قتلت تلك النفس؟ أدهم بأي ذنب قتل؟ بأي ذنب أهله يعيشوا طول عمرهم بفاجعة قتله بالمنظر ده؟ يا ترى أدهم كان حاسس بإيه وعاش وقت عامل إزاي لحد ما روحه طلعت للي خلقها من ألم، من شدة الضرب وقطع الودن، الألم الفظيع ده. طب أنا عندي سؤال، إيه اللي يخلي أطفال في السن ده تانية وتالتة إعدادي يعملوا جريمة بشعة زي دي؟ إيه السر وراه؟ بناشد القضاء إن الجريمة دي ما تعديش كده، والأطفال دول ما يتعاملوش على إن هم أحداث ويدخلوا الأحداث وبعد كام سنة يخرجوا لنا أسوأ وأشد جرما مما كانوا عليه. أرجوكم خدوا قرار وحب يشفي ويثلج صدور أهل أدهم ويمنع إن الجريمة دي تتكرر تاني. وأنا أثق كل الثقة وأحترم القضاء المصري العادل إنه مش هيعدي الجريمة دي بسهولة حتى وإن كان اللي عملها أطفال. السلام عليكم.